مين فاكر بسكوت النايس اللي كنا بنجيبه بيبقى مليان كده عليه طبقة كبيرة من السكر وجوز الهند، وبتبقى لونها كده مقرمشة ولونها كده يعني غامق شوية. شايفين؟ فاكرين البسكوت بتاع النايس؟ انا عن نفسي فاكراه وكنت بحبه جدا، بالذات عشان هو فيه جوز الهند، انا من عشاق جوز الهند. هنعمل مع بعض بسكوت النايس بمكونات سهلة جدا، وهتديكي الكمية دي كلها ببيضة واحدة وكوبايتين من الدقيق. هتعملي الكمية دي كلها من بسكوت النايس. ناشف يعني مقرمش كده من بره وبجد طعمه رهيب. انت ممكن تقللي الكمية عن كده، ان انت تعمليه أقل يعني رقيق عن كده بكتير. شايفين البسكوتة عاملة ازاي؟ سهلة جدا وبسيطة بدون اي مكنة ولا مضرب ولا اي حاجة خالص. هتطلعي الكمية دي كلها من كوبايتين دقيق وبيضة واحدة، وسهل جدا، مش هياخد معاكي 10 دقايق. هنا انا نخلت كوبايتين من الدقيق، وهحط عليهم معلقة كبيرة من بيكنج باودر، وعندي معلقتين جوز هند وبيضة واحدة ونص كوباية من السكر ونص كوباية من اللبن، وعندي كمان نص كوباية من السمنة على زبدة، ممكن تبقى سمنة بس، وعندي كمان فانيليا عشان احنا حاطين بيض. هنجيب كده الخلاط. الطريقة سهلة جدا، هنحط كل المكونات كده في الخلاط، المكونات السايلة هحط البيضة، وهحط عليهم اللبن، نص كوباية من اللبن ونص كوباية من السكر وكمان نص كوباية من السمنة والفانيليا طبعا عشان البيضة بتاعتي. وهضرب المكونات دي كويس جدا لحد لما احس ان السكر داب تماما. هنا هحط البيكنج باودر على الدقيق، وهحط عليهم جوز الهند وهقلبهم كويس جدا. وبعد كده هحط عليهم بقى الخليط اللي انا عملته في الخلاط، ما خدش معايا 3 4 دقايق وبقى بالشكل ده. هحطه كده على المكونات الجافة الدقيق، وهقلب كويس جدا الاول كده بالمعلقه، وبعد كده بقى ابتدي اعجنها كويس لحد لما توصل للعجينه اللي ممكن اقدر ان انا اشكلها. احنا طبعا شغالين بدون اي مكن او مثلا الاشكال او اي حاجه، بايدك كده بتبتدي ان انت تعجنيها بالشكل ده، مضرب ومن غير مضرب ولا عجان ولا اي حاجه، هتطلعي عجينه متماسكه بالشكل اللي انت شايفاه ده. شايفين؟ عجينة طرية جدا، سهل ان انت تمسكيها بايدك. هنا جبت معلقتين من السكر ومعلقتين من جوز الهند ولخبطتهم على بعض عشان اعمل بيهم الطبقة اللي من فوق. قطعة كده من العجينة كده بفجرها كده واعملها كورة وبططها كده بايدي شوية، وبعد كده انزل بيها كده بوشها كده من فوق على جوز الهند والسكر اللي انا كنت عاملاه. لخبطته على بعضه بالشكل ده، واول ما تحطي طبقة جوز الهند والسكر هتبقى سهلة ان انت تبططيها او تفرديها بالشكل ده. وفي صينيه بقى بدون اي ماده دهنيه بتحط ترصيها فيها. طبعا انا مولعه الفرن على درجه حراره 160، هتقعد معاكي كده ربع ساعه. لو ما لقيتي وشها من فوق ما احمرش، ولعي عليها الشوايه شويه. هعمل الكميه كلها بالشكل ده وهرصها في الصواني بتاعتي. هتطلع معايا كده تقريبا صينيه ونص. هوريكي الكميه كلها بالشكل ده. خلصت الكميه كلها وطلعت معاكي بسم الله ما شاء الله بالشكل ده. لو حابه ان انت يعني تعمليه يعني رقيق عن كده مفيش مشكله. خلي بالك ان هو بينفش كمان في الفرن، يعني على قد ما تقدري تخليه ارق من كده. طلع معايا بالشكل ده، بس انا بالنسبه لي المقاس ده كويس جدا، هيطلع معاكي كده مقرمش عشان كمان ما يتحرقش منك. المقاس ده كويس جدا. طبعا لو لقيتوا حاجة معوجة او حاجة مثلا مش مستقيمة مش قد بعضها، دي عشان ولادي عملوا معايا. شايفين؟ سهلة جدا، ووشها يعني من تحت محمرة كده لونها ذهبي، حلوة جدا جدا ومقرمشة. مش قادرة اقول لكم طعمها عامل ازاي. مش هتفرقوه عن الناس اللي اكلت النايس زمان كده. بجد هترجعكم كده الزمن الجميل زي ما بيقولوا كده. حلو جدا وبسيط وما خدش منك مكونات كتيره خالص. الكميه زي ما انتم شايفين عملت كميه بالشكل ده، كوبايتين دقيق وبيضه واحده. شايفين اللون كله زي بعضه؟ تخلي بالك بس وهو في الفرن، عشان في ثواني كده تبص تلاقيه بيتلدع بسرعه. يا رب النهارده يكون الفيديو عجبكم. هتوحشوني الفيديو الجاي. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.